عملت عملية رباط صليبي بقالي سنة أو سنتين يا دكتور، أو أنا عامل غضروف ركبة وما زالت ركبتي بتوجعني أو مش قادر أتنيها للآخر، أو ركبتي لسه بتورم لما أبدأ أحمل وأتحرك عليها. في أخطاء كارثية بيقع فيها ناس كتيرة جدا ما بعد عمليات الرباط الصليبي وعمليات الغضروف، تؤدي لآلام ومشاكل مزمنة في الركبة بعد العملية بفترة. أول خطأ كارثي بنشوفه بعد العمليات دي هو التركيز على تني الركبة. فرد الركبة للآخر في أول شهرين 3 مهم جدا، لأنك بدون ما تفرد الركبة للآخر فالعضلة الأمامية عمرها ما هتستعيد القوة العضلية الكاملة ليها، وبالتالي انت دايما عندك مشكلة وعندك ألم في الجزء الأمامي من الركبة. ده الخطأ الأكبر كمان إن أنت تبدأ تمشي وتحمل ورجليك ما تفردتش للآخر، وده بيأثر على ميكانيكية عضلات الركبة كلها ويسبب لك مشاكل وإصابات عضلية مستمرة وتقلصات وآلام في عضلات الظهر. تاني خطأ كارثي هو تكثيف الحمل البدني أول شهرين بعد العملية. أول شهرين بعد العملية بنستهدف دايما إن احنا نقلل التورم ونحمي العملية، سواء كانت عملية رباط أو عملية إصلاح لغضروف الركبة. بنركز كمان على استعادة قوة العضلات سواء الأمامية أو الخلفية أو عضلات الفخذ العلوية، ولأن العضلات دي بتكون في مرحلة شديدة من الضعف، فاحنا لازم نكون حريصين جدا واحنا بنحط خطة أحمال بدنية. ما ينفعش نكثف التمارين، وما ينفعش ندي تمارين منزلية كتير، وما ينفعش نعمل جلسات كل يوم بشكل منتظم. احنا لازم ندي العضلات دي فترات راحة، فترات استشفاء، عشان العضلة تقدر ان هي تستفيد من التمارين اللي انت بتعملها. ما نقعدش فترة طويلة بنعمل تمارين وفي الاخر المحصلة صفر، لان انت هلكت العضلة او زي ما بيقولوا حرقت العضلة. ثالث خطأ كارثي واللي ممكن يخلي الإصابة ترد عليك في فترة قصيرة هو الاستعجال في التحميل. الاستعجال في ان انت تسيب العكاز او ان انت تسيب البريس، القفص اللي بيبقى ماسك الركبة بعد العملية. بتبقى ممنوع من التحميل ورجلك محطوطة في وضع معين داخل القفص، لان ده مهم جدا لحصول عملية الالتئام بشكل مناسب. فالاستعجال ملوش مكان في فترة التأهيل خالص. انت بتمشي من مرحلة لمرحلة، وعشان تخش من مرحلة تأهيل رقم 1 مثلا لمرحلة رقم 2 في كرايتيريا، في مجموعة حاجات لازم تكون قادر انك بتعملها عشان نقولك لا والله امشي بعكاز 1، او لا انت خلاص ما عدتش محتاج عكاز، او لا احنا لسه قدامنا شوية بالعكاكيز.